فاتفاجئنا بفكره الناس طلعوا يتكلموا. انا تعرضت للتحرش ومن الحلقه الثانيه او الثالثه، ودي كانت حاجه انا ما كنتش متوقعه خالص انها تحصل، وخصوصا في اوائل المسلسل، يعني في اوائل الحلقات. ف فخوره قوي 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 ومبسوطه ان انا شاركت في حاجه زي دي، لان احنا بقينا بنشجع مش بس الجمهور، بس بنشجع الصناعه ان احنا ممكن نتكلم عن حاجات صعبه وتقيله وبطريقه ذكيه، لان احنا مش بس بنقدم مشكله موجوده في مجتمعنا وسلام عليكم باي باي، احنا بنحاول نقدم حلول، وبنقول ان الطفل ممكن يتحسن وممكن يتعالج بعد حادثه زي دي. ف فهو يعني لا يعني دي حاجه احنا اتفاجئنا بيها قوي، واتبسطت قوي برد فعل الناس، وانه الناس متابعين ومهتمين. ورغم ان مشاهده المسلسل حاجه صعبه، الناس مكمله وحابين ان هم يعني يدرسوا الموضوع اكتر، يبقى في حوار اكتر ما بين الاهالي واطفالهم، ودي اهم حاجه، يعني يبقى في حوار مفتوح بيحصل ما بينهم.